نادي الزمالك في انهيار وهيقفل قريب. هيقفل قريب. هتقولي بجد؟ اقول لك اه والله. جماعه سبب انهيار نادي الزمالك ادارته قلبا وقالبا. هتقولي ده نادي الزمالك عنده قواضي، عنده ايقاف. والله ادارته هات لي نادي اصلا عنده كل ايقاف القيد ده. بجد ادارته. جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. جون ادوارد ومعتمد جمال، الحوار اللي داير ده بس دلوقتي الاداره دلوقتي انا ما على فكره انا بالنسبه لي جون ادوارد سمسار. السمسار انا عارفه انه بياخد فلوس من تحت عارفه كل يا جماعه السمسار ده دي شغلته، ده سمسار. يعني انا مش بقول لكم ان هو واو بقى، بس هو عمل لك انجازات. يجي في عقل مين ان انا امشيه عشان هو عايز مدرب اجنبي؟ جماعه معتمد جمال مش رجل المرحله مع نادي الزمالك، عشان بس نكون صراحه. جماعه انا على فكره بحب نادي الزمالك، بقيت احب جمهور نادي الزمالك. على فكره جمهور الزمالك اللي خلاني احب النادي بجد والله. يعني جمهور وافي بطريقه مش طبيعيه رغم كل المشاكل ده، مكمل معايا مش عارفه ازاي بس هو مكمل. عندي مشكله واحده ان معتمد جمال ده بس مش رجل المرحله. يا جماعه بجد والله العظيم انا مش بهاجم، بس معتمد جمال اخر تلت السيزون كان عبد الله السعيد اللي بيحفز اللعيبه. عبد الله السعيد كان اكنه هو الكابتن. انا اهلاويه وبقولها لكم، وعلى فكره جابت نتيجه. تحفيز عبد الله السعيد، اصرار عبد الله السعيد مع اللعيبه جاب نتيجه. معتمد جمال كان بيطلع مع جول الماتش منهار. ما تضحكش على نفسنا، معتمد جمال مش رجل المرحله. الاداره بقى مش عارفه ماسكه في معتمد جمال ليه. ده انا كان بالنسبه لي ايمن الرمادي اللي كان ماسكه قبل كده احسن من معتمد جمال. على فكره انا بشوفش معتمد جمال رجل المرحله. تقولي خد دوري، اقول لك مش هو اللي خد الدوري لوحده. اصرار اللعيبه، الجمهور رقم واحد. والله العظيم اللي يقول لك الجمهور رقم واحد، جمهور الزمالك رقم واحد. تاني حاجه اصرار اللعيبه. عبد الله السعيد كان ليه دور كبير جدا. انا اهلاويه وبقول لك عبد الله السعيد كان ليه دور كبير جدا. واللي بيتريق على عبد الله السعيد مش فاهم كوره مبدئيا. وعلى فكره مش عشان بيحفز اللعيبه. عبد الله السعيد في الملعب ما شاء الله مش 41 سنه، عشان بس الناس عماله ماسكتها رياقه مش عارفه بتتريق على ايه. فجون ادوارد كان بيتكلم في الصالح عشان اكون صراحه بس، وكان عايز يعمل انجازات معاكم. فالاداره ماشيه خالف تعرف. وبعدين هو حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. انت فجاه انت في كل مصايب النادي حرفيا. بصوا يا جماعه انا التلت الاخير من الدوري بتفرج على الزمالك. لما بتحصل مصيبه يجي يقولوا حسين لبيب يقول لك لا ده تعبان. انت بتطلع في اوقات غريبه، يعني انت بتخف في اوقات غريبه. والله العظيم انت بتخف في اوقات غريبه. يعني انتوا لو قاصدين تدمروا النادي مش هتعملوا كده. انتوا الناس كلها بدات معسكر الا انتوا. كل الناس بدات معسكر الا انتوا. يعني انا مش فاهماكم بصراحه، والله العظيم ما فاهمه الاداره بتفكر ازاي. لو الاداره تقول لك ده حسين لبيب بيقول لك ده معتمد جمال هو اللي مش سوري، ده حسين لبيب بيقول لك ان جون ادوارد هو اللي قال اللعيبه بترجع. اللعيبه ايه؟ هو انتوا قلتوا اللعيبه وهم بيسمعوا؟ احسن ده ابوهم مثلا. انتوا قلتوا اللعيبه وما نزلتش. يا جماعه بالله عليكم اللي كان بيتكلم عادل بس انا انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يعني انا بحس وحياه ربنا ان اداره الزمالك دي حد مسلطها على النادي. دي اقل ما يقال عليها. يعني شوفي مشاكل النادي كوم ومشاكل الاداره دي كوم تاني. عارف لما تحس ان انت بتتضرب من كل اللي بره بيتك مثلا واللي في بيتك كمان بيضربوك. فانتوا بجد فظاع من هنا للسنه الجايه. يقول لك انا هرجع التيم القديم. اوه ماي جاد، عارفين اوه ماي جاد تو اتس بس حموده. انت بجد انت بجد انت واو. انت كده هتحل المشكله. انت لما ترجع عبد الواحد السيد ومعتمد جمال دويتو رهيب يا جماعه. اصل عبد الواحد السيد كان ناجح موت عشان ترجعوه بجد دويتو رهيب. يعني انا شايفه ان في عندكم راجل اسمه عبد الناصر بجد انا شايفاه راجل محترم بجد والله، وراجل كويس وعامل شغل كويس وما شفتش حد بيشتكي منه. فانا مش فاهمه ايه اللي انتوا بتقولوه ده. وبعدين ايه ده فانتاستيك. انت لما تمشي دول وترجع الدكتور القديم انت كده حليت المشكله. لا انا بخلف تعرف. انا عشان جون ادوارد جاب دول فانا لا انا هجيب عكسه. يا جماعه بالله عليكم انا مش فاهمه الجمهور ازاي صابر. جمهور والله ما فاهمه ازاي انتوا ازاي صابرين على الاداره دي. بجد اداره ماشيه خلف. يعني عارفين اما حد ماشي بظهره انت ماشي بظهرك بجد والله العظيم. مش لاقي كومنت اكتر من كده. انت ماشي بظهرك. المشكله ان انت مش حامل هم حاجه. سيبك من النادي، الجمهور اللي بيشجعك ده انت بتجلطه والله بتجلطه. يا جماعه انا مش لاقي كلام اقوله. انا مش لاقي كلام اقوله فعلا. الزمالك كان يستحق بعد ما اخذ الدوري ان هو يبقى في مكانه ثانيه. انا مش مصدقه ان الزمالك بعد ما خد الدوري في ظل الظروف دي، خصوصا ان مفيش حد من منافسينه خد بطولات الا الزمالك. كنت متوقعه ان الزمالك السنه دي هيبقى بقى هنا. كنت عارفه انه عليه ديون بس توقعت ان الزمالك هيسدد ديونه ويبقى كده. عارفين حد هنا؟ لقيت ان الزمالك عمال يعمل كده انا بقيت شايفاه يعني عمال ينزل.
وعلى فكره الزمالك كان يستحق ان يكون فيه سبونسر كتير قوي السنه دي بصراحه، عشان اكون صريحه، عشان اكون فير كمان لازم الزمالك يكون عنده سبونسر. انا مش عارفه ازاي الزمالك ما بيجيلوش سبونسر كبير. يا جماعه، يا جماعه انتوا واخدين دوري، انتوا واخدين دوري، حتى الناس اللي انتوا بتعملوا لها اعلانات لازم ترفعوا العقد. يعني انتوا بتعملوا ايه؟ انا مش فاهماكم. مش فاهمه بجد اداره الزمالك دي بتفكر ازاي، مش فاهمه. الله يكون في عون الجمهور. بصوا هو انا بجد اللي خلاني اتفرج على الزمالك الجمهور، اللي خلاني احب النادي الزمالك الجمهور، والله خلاني احترم النادي. الله يكون في عون الجمهور. على فكره هو ما فيش حد فريق في الليله دي كلها الا الجمهور. وقلت لكم الزمالك خد الدوري بسبب الجمهور، والله العظيم الجمهور رقم واحد، تاني حاجه اللعيبه، تالت حاجه عبد الله السعيد. على فكره انا شايفه ان متابع الجمال اخر حاجه، واللي عايز يعاركني عاركني، والله ما تقليل من اي حد، وبجد عمري ما هقلل من اي حد، انا مش هستفيد حاجه، بس معتمد الجمال ما كانش اللي هو الحد الواو بقى الشخصيه. لا لا يا جماعه، اللعيبه دايما عايزه تحس بالاصرار ودايما تحس بالخوف. لازم اللعيب يخاف منك ويحترمك في نفس الوقت، فاهمين؟ وبرضه انت تبقى الاب الروحي بتاعه. يعني هو ميكس غريب ما يقدرش عليه كل الناس، يعني مش اي حد ينفع مدرب، عشان بس نكون صراحه. فلا، شابوه عبد الله السعيد، يعني كان ليه يد كبير جدا. انا كان في حد مصور في مره ان عبد الله السعيد دخل من خلاص يا جماعه ماتش وعدى، كنت تقريبا الزمالك خسر او تعادل، كان في اخر كام ماتش خلاص في الفيصل في الدوري. فلا لا، انا كنت حاسه عبد الله السعيد هو المدرب. انا والله العظيم مش عايزه اقولها، بس فعلا كنت حاسه عبد الله السعيد هو المدرب، عشان اكون صريحه. ومعتمد الجمال اللي هو عايز يرجع وخلاص. معتمد الجمال، انت نادي الزمالك نادي كبير، نادي كبير جماعه، عشان باينه ديون الزمالك. النادي الاهلي نادي كبير، بس نادي الزمالك نادي كبير ويليق بمدرب كبير، خصوصا لسه واخد دوري يعني. بس كان مش كلام اقوله تاني غير رفقا بجد بنادي الزمالك. كفايه